بيقولوا ان اللي بينجو من الموت مرة بياخد فرصة تانية، بس محدش قال ان الفرصة دي هتبقى اسهل. سجن حديد، عصابة ما بتعرفش الرحمة، واعداء مستنيينك تغلط غلطة واحدة. السؤال مش هتطلع منها ازاي، السؤال انت مستعد تخسر ايه المرة دي. وده اللي حصل مع تايلر اللي كان خارج من معركة عنيفة وبعدين بيتضرب طلقة في ظهره. بنشوف نيك بتنده عليه وبنشوف الدمار اللي حاصل حواليه، وفجأة تايلر بيقع في المية. بنشوف بنت صغيرة بتاخد حاجة من الأرض وبتشوف تايلر نايم وبتنادي بصوت عالي، وبيجي 3 ضباط وبيطلعوه وبيلاقوه بيتنفس وبياخدوه في طيارة وبيحاولوا ينقذوه. دبي الإمارات، بنشوف طيارة الإسعاف وبينزلوا تايلر وبيقولوا الحالة للدكتور. بنشوف تايلر في المستشفى وجنبه نيك اللي كانت في أول الفيلم، والدكتور بيقول لها إنهم عملوا كل حاجة عشان يعيش وإنه الأحسن إنهم يفصلوا عنه الأجهزة. وبتبص له نيك وبتكون زعلان عليه، وبنشوفها واقفة وبيكون أخوها بيكلمها إنهم لازم يسمعوا كلام الدكاترة، وبتقول له إنها مش هتيأس وبتمشي. وبنشوف تايلر وبتكون الممرضة بتتابع حالته وبتهتم بيه، وفجأة تايلر بيفتح عينيه وبيصحى. بتتفاجئ الممرضة وبتروح تنده الدكتور، وبيكون شايف هلاوس لطفل صغير وواحدة بتبوسه. وبتيجي نيك وبتمسك ايديه وبيقول لها تمشي من وشه وبتضحك، وبيكشف عليه الدكتور وبيبدأ رحلة العلاج، وبيكون بيعافر عشان يرجع زي الأول. وبيكون قاعد على كرسي وبتيجي نيك وبيقول لها تمشي، وبتقعد جنبه وبتكلمه وبيتريق وبيشكرها على إنقاذه وإنه متحمس للفترة اللي جاية. وبترد عليه إنه صعب جدا إنك تسيب حد بتهتم لأمره يموت، وبتتكلم معاه وبتسيبه وتمشي. كوجوري جورجيا، بنشوف زراب بيأكل الحيوانات بتاعته، وبيجي راجل من ورا ينده عليه بيقول له انهم هيزودوا مدة الحكم على اخوه 10 سنين. وفي السجن بنشوف 2 بيضربوا بعض والباقي بيشجعوهم وبيكونوا بيراهنوا مين هيكسب. وبنشوف ديفيد وبيكون متضايق وبيرجع للزنزانة. وبنشوف عربيتين داخلين مزرعة زراب وبينزل منها راجل شكله مهم وبيستقبله زراب وبيرحب بيه، وبنعرف انه الحاكم وبيتكلم معاه عن اخوه وانه ازاي يمضي على زيادة مدة السجن بتاعت اخوه. وبيتمشوا ويتكلموا وبيقولوا انه مدي اخوه امتيازات كتير في السجن وانه سايب عيلته تعيش معاه جوه، وبيفكروا انه هو اللي خلاه الحاكم. وبيقول له الحاكم ان مفيش في ايده حاجة يعملها. وفجأة بيمسك زراب شوكة قش وبيقتلوا بيها وبيمشي. وبنرجع لتايلر في المستشفى وبنشوف ياز بتتكلم معاه وبيسأله ايه اللي هو لابسه ده وبيتريق عليه. وبتتكلم نيك وبتقول ان اخوها كان عاوز يفصل الاجهزة عنه، وبينكر ياز وبيقول له انه كان هيعتبرها خدمة عمره. جمودن النمسا، بنشوفهم نازلين من العربية وبيسألهم ايه ده، وبتقول له نيك انها هدية. وبيتكلموا مع بعض وبتديله نيك صندوق في حاجته اللي كانت في بيته وبيمشوا. وبيسألها هيشوفها تاني امتى، وبتقول له لما يكون في سبب نحتفل عشانه. وبتمشي هي وياز. بيدخل تايلر البيت وبتيجي كلبته وبيسلم عليها، وبنشوفه بيقضي ايامه بالطول والعرض. وفي يوم بيقرر يفتح الصندوق وبيلاقي رسايل وبيفتحها وبيقراها وبيتأثر، وبيكون في فلاشة وبيشغلها، وبيكون في فيديو لمراته وابنه. وتاني يوم بيشيل التلج من قدام البيت وبينزل السوق بيشتري فراخ. وبنرجع للسجن وبنشوف ديفيد اللي بيدخل الزنزانة اللي فيها ولاده ومراته وبيطمن عليهم، وبيبان انهم مش مرتاحين وانهم هنا غصب عنهم. وبيتكلم مع مراته وبيشدوا مع بعض في الكلام وبيضربها ويسيبها ويمشي. بتعيط وبيقوم ابنها يطمن عليها وبيتكلموا وبتحضنه. وبنرجع لتايلر اللي بيلاقي راجل مستنيه عند البيت وبيتكلم معاه وبيسأله تايلر لو هو تايه، وبيرد عليه هو انت ريك؟ فبيقول له انا اللي سألت الاول. بيرد عليه انه لو هو ريك اسطورة مومباي فهيكون شرف ليه انه يقابله، وبيقول له انه مش زي ما كان متخيله. وبيسأله عن اللي حصل وبيطرده تايلر وبيقول له ان المعاملة دي مش لطيفة، بالذات ان في صاحب مشترك بعته ليه بمهمة. وبيرد عليه انه ما عندوش صحاب. بيقول له ان الشخص ده شايف ان محدش غيره هيقدر يعمل المهمة دي، وبيستفزه. وبيطلع تايلر المسدس وبيضرب طلقة على الكوباية وبيقول له يمشي. بيقف يتكلم معاه وبيقول له ان مراته السابقة مايا هي اللي بعتته، وبيدخله وبيسأله لو هي في خطر، وبيقول له انها مش في خطر بس اختها في خطر. وبنكتشف ان مرات ديفيد هي اخت مايا، وبيقول له ان جوزها حابسها معاه في السجن، وبيديله كل المعلومات عن زراب واخوه. وبنعرف انهم تجار مخدرات وان عندهم امبراطورية اسمها نجازي وليهم وشم معين. وبيحكي له قصتهم من اول ما اتولدوا لحد دلوقتي، وانهم مسيطرين على كل السياسيين وانهم بيديروا الدولة. وبيقول له ان لولا الامريكيين ما كانش اتسجن اصلا. وبيسأله عن مكان المهمة
وبيقول له عنوان السجن. بيقول له ان المشكله مش في الحراس ولا ديفيد، المشكله في العصابتين اللي مسجونين هناك. وبيقول له انه لو كان مكانه كان دخل السجن في هدوء، وبينبهه ان اللحظه اللي هيعرف فيها ديفيد ان عيلته مش موجوده اخوه هيفضل يدور عليهم بكل قوته، وانه هنا بيتكلم عن جيش نجازي كله. وبيقول له ان المهمه دي هتبتدي بعد 6 أسابيع، وانه هيكون لوحده في المهمه دي. وبيودعه وبيمشي ساحل امالفي. وبنشوف نيك واخوها وبتكون بتتكلم عن شحنه اسلحه، وان اخوها هيروح يستلمها بنفسه. وبتلاقي تايلر بيتصل بيها وبيحكي لها عن اللي حصل، وبتقول لها هي اللي بتحدد يعمل انهي مهمه وازاي. وبيقول لها انها قالت له برضه يدور على سبب رجوعه للحياه، وبتقفل معاه. وبنشوفه بيتدرب عشان المهمه، وبمرور الوقت بيكون اقوى وبيستعيد صحته. وبالليل بنشوفه قاعد في عربيه، وبنشوف حارس من السجن بيكتب حاجه على الحيطان. وبنرجع للعربيه وبنشوف نيك واخوها وبيتكلموا مع بعض. وبيقول لها انه شاكك انه عنده السكر، وبتقول له عرفت منين؟ وبيقول لها انه شاف فيديو على تيك توك، وبتقول له انه لازم يبطل يشوف الفيديوهات دي. بيقول انه كل مره بيتكلم عن حاجه التليفون بيسمعه ويجيبها له في فيديو تيك توك، وبتقول له انه لازم يمسحه. بنشوف هنا يا صاحبي انهم بيتكلموا عن خطوره الابليكيشنز ومدى تدخلها في حياتنا، وانتوا كمان رايكم ايه؟ وبيجهزوا اسلحتهم. وبنشوف السجناء قاعدين في الطل، واتنين من الحراس بيتكلموا. وبنشوف واحد منهم بيقفل الكاميرات ويمشي، بيفتح لهم البوابه وبيدخلوا. وبينزل تايلر وبيديله فلوس، بيقول له الحارس على رقم الزنزانه وانه قدامه 5 دقايق بس، وبيقفل الكهرباء. بيمشي تايلر على العلامات لحد ما بيوصل للزنزانه، وبيكلم اخت مايا اللي اول ما بتشوفه بتصحي ولادها عشان يمشوا. وبينادي الولد على ابوه وبيسكتوا تايلر. وبيخرجوا هما ماشيين، بتقع لعبه بنتها وبتعمل صوت، فبيدوس عليها تايلر بسرعه. وبيصحى واحد من الصوت وبيشوفهم وبيصفر عشان يصحي ديفيد، والسجن كله بيهيج. وبيكتشفوا امرهم وبيجروا. بيدخل زنزانه وبيضرب شويه مساجين، بيفجر الباب وبيجروا. وبيكون السجن في حاله فوضى، المساكين بيضربوا الحراس وبيجروا لحد ما بيلاقي مخرج وبيطلع الاطفال. وهو بيطلع مامتهم بيجي ديفيد ويضربه، بيتخانقوا مع بعض وبتبقى مدعكه. بيحرق تايلر وشه في انابيب الفحم وبيكسر له ايده وبيقتله. وبتضربه مراته وبيقع، وبتقول له نيك انه لازم يمشي فورا. وبنشوف السجناء جايين بيجروا ناحيتهم، فبيقول لها تايلر تاخد العيال وتقابله عند نقطه معينه، وبتعمل كده فعلا. وبتقول لكل الفرق تتحرك للنقطه دي، وبيمشوا. وبيكونوا الضباط بيحاولوا يسيطروا على الوضع ومش بيعرفوا. وبيدخل تايلر ومرات ديفيد بين السجناء وبيبداوا يضربوه وبيضربهم، وبتساعده هي كمان. وبتحصل عركه كبيره قوي، وبيفضل يضرب فيهم ويضربوه لحد ما بيرمي قنبله كبيره. وبيجي واحد من ظهره بيضربه على دماغه وبيقع على الارض، وبيقوم تاني ويضربهم وبينقذها. وبتيجي نيك واخوها وبيقولوا ان نجازي وصل لهم الخبر وهيهجموا وانه معاهم اسلحه كتير. وبيركبوا العربيات وبيمشوا، وبتحصل مطارده من رجاله زراب وبينجحوا انهم يخلصوا منهم. بتيجي عربيات تانية وموتوسيكلات، وبتنجح رجاله زراب انهم يفجروا عربيه من عربيات تايلر وبيحاولوا انهم يهربوا منهم. وبيضربوا عليهم نار من كل حته. وبيسالها ابنها ليه بيضربوا نار عليهم، وبيكون في موتوسيكل هيفجر عربيه نيك وبينقذها تايلر. وبتنجح رجاله زراب انهم يقلبوا عربيه تايلر، وبترجع نيك عشان تنقذه. وبتكون البنت مصابه وبيحاول يطمنها. وبيجروا كلهم وبيدخلوا مصنع وبيكملوا جري لغايه ما بيوصلوا جوه حاويه، وبيحاول تايلر يعالجها. بتكون اصابتها محتاجه دكتور، وبيلف ايديها وبيكون في طيارتين بيهاجموهم. وبيدخل تايلر حاويه تانية وبياخد سلاح اكبر، وبيخرج يعمل معاهم الجلاشه، وبينجح انه يفجر طياره منهم. وبيخرج يضرب على التانية بس بيضربوا عليه صاروخ فبيقع. وبينزل رجاله زراب على الحاويه وبيدخلوا على نيك اللي بتضربهم بكل قوتها، وبتنجح انها تقتل واحد، والتاني بياخد منها السكينه وبيصيبها في كتفها وبتضربه وبتقتله. بيدخل 3 تانيين حاويه تانية، وبيكون يعز مستخبي منهم هو واللي معاه، وبيضربهم تايلر. وبتدور عركه بينهم وبينجحوا انهم يقتلوهم. وبيروح يطمن على نيك وبيتفاجئ بطياره وبتضرب عليهم، وبيستخبى هو ونيك. ولما الضرب بيقف بيطلب منها تغطيه وبيخرج، وبيضرب عليهم لحد ما ينجح انه يوقعها. وبيشوف انهم داخلين على نهايه الخط، وبيقول له نيك هتوقف القطر؟ وبتقول له ان الفرامل بايظه. وبيجروا عشان يامنوا العيله اللي معاهم. وفجاه لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك وقول رايك في الكومنت واجهز عشان اللي جاي اون فاير. بيتقلب القطر وبيتخبط تايلر في كل حته في القطر، وبيبقى المنظر فظيع. بنشوف عربيه ماشيه على الطريق وبيكون جواها زراب وعمه اللي بيكون بيواسيه، وبيفتكر اخوه هم صغيرين. وبينزلوا من العربيه وبيكون في رجاله مستنيينه وبيعزوه وبيفكروا مين اللي عمل كده. وبيتكلم زراب انه
وانه هيعرف مين اللي عمل كده. وبيخرجوا من القطر وبيكملوا طريقهم، وبيسألها ابنها عن ابوه، وبتحاول انها تاخده وتمشي ومش بيرضى، وبتقول له انه مش جاي. وبيسأل تايلر لو هو اللي قتله ومش بيرد عليه، وبيعيطوا. وبيروح يضرب تايلر وبيقول له انه كان بينقذ مامته، وبيمشي ويسيبهم وبيركبوا لانش. وبيبان انه متضايق، وبنشوف زراب واقف قدام جثة اخوه وبيعيط عليه وبيفتكر ذكرياتهم وهم صغيرين. وبعدين بيضحك وبيضرب جثة اخوه، شكله اتجنن يا عيني. وبنشوفهم في طيارة وبيكلم ياس حد عشان يجهزوا الاسعاف ويقول لهم على مكان الهبوط والوقت. وبيكون ابن ديفيد قاعد وسامع، وبيبص على الجهاز اللي بيتكلم منه، وبيكون باين انه بيخطط لحاجة ما نعرفهاش. وبيقول لياز انه جعان عشان يقوم ويسيب الجهاز، وفعلا بيقوم وبياخد الجهاز معاه. وبنشوف مرات ديفيد بتشرب بنتها ميه، فبتقول لها نيك ما تعملش كده عشان ممكن البنت تتخنق. وبترد عليها بكل قرف انا عارفه ازاي يهتم ببنتي. وبيقول لها تايلر انها عاوزه تساعدها وبس. وبيقول لها انه هيكون في دكتور مستنيهم انها تستريح. وبتتفاجئ نيك انه بيتكلم باللغه الجورجيه، وبتساله من امتى. وبيتكلموا وبتقول لهم مرات ديفيد انه كان متجوز اختها. وبيتفاجئوا كلهم، وبيكون ابنها في الحمام وجنبه الجهاز، وبيتكلم هو واخت مراته. وبيقرر الولد يمسك الجهاز ويتصل بعمه، وبيسأله لو ابوه كان هيقتل امه. وبيقول له عمه ما يصدقش امه وان هي المسؤولة عن موت ابوه، وبيقول له كلام مش حقيقي. وبيصدقوا ساندرو وبيسألوا عن مكانهم. وبنرجع لتايلر وبيكمل كلامه مع اخته مراته، وبيفتكروا اول مرة اتقابلوا، وبيتكلموا عن ابنه. وبيفتكروا تايلر فيينا النمسا. بيوصلوا بيت نيك وبيكون في دكتور مستنيهم، وبيعملوا وثائق عشان يسافروا. وبتيجي نيك وبتتكلم معاه وبتعاتبه انه ما قالهاش من الاول. وبيتكلموا سوا، وبتجيب للبنت وامها اكل، وبتقعد تتكلم مع امهم وانها قد ايه شجاعه، وبتقول لها انها حاسه بيها وانها كانت زيها. وبيروح ساندرو يتكلم مع تايلر وبيسأله لو فاكر نفسه بطل، وبيرد عليه تايلر انه بيعمل حاجات الناس مش بتقدر تعملها. وبيقول له زي قتل ابويا وان امه اجرته عشان يقتله. وبيتكلم معاه انها كانت عاوزه تحميه هو واخته. وبيتكلموا مع بعض وبيشدوا في الكلام، وبيبص له تايلر وبيسيبه يمشي. بنشوف زراب مجمع رجالته وبيتكلم معاهم وبيشجعهم عشان يقتلوا تايلر، وبيجهزوا اسلحتهم. وبيتكلم معاه عمه وبيسيبه يمشي. وفي البلكونه بيتكلم تايلر مع ساندرو وبيفكروا بانه كان بيلعب مع ابنه من فتره طويله، وانه اخر مره شاف ابنه كان في المستشفى وبيرسم، وانه كان بيحب الرسم، وانه كان بيودعه عشان مسافر لافغانستان، وانه عارف ان ابنه مش هيعيش لحد ما يرجع. وبيتكلم معاه وبيقول له ان معاه حق وانه مشي وساب ابنه. وبيكلموا عن مامته ان اهم حاجه عندها انهم يبقوا امنين، وبيطلب منه يخلي باله منها. وبيحاول ساندرو يدافع عن ابوه وبيعترف له انه كلم عمه وانه جاي في الطريق. وبنشوف طياره جاي عليهم وبيحذرهم تايلر وبيجروا. وبيحس ابنها بالذنب وبيراقب تايلر ونيك الوضع، وبيقول لها على الخطه وبيتحركوا. بنشوف ساندرو اللي بيبعت لعمه وبتاخد امه منه الجهاز وبتزعق له وبتقول له انهم هيقتلوهم وبيعتذر لها. وبنشوف الطياره وهي بتضرب عليهم نار من كل حته، بيستخبوا وبياخدهم تايلر وبيتحركوا وبيحضروا رجاله زراب الاسلحه عشان يضربوهم. وبيركبوا العربيه وبينزل ساندرو يجري عشان يروح لعمه، وبيروح وراه ياز وبيتحركوا. وبتيجي عربيات الشرطه وبتنجح العصابه انها تقتلهم. وبنشوف عربيه العصابه بتقف قدام تايلر وبيضطر يرجع لورا. وبنشوف ياز بيجري ورا ساندرو اللي بيلاقي عمه في وشه وبيضرب نار على ياز، وبيكلموا عمه انه يروح له وبينادي ياز عليه، وبيكون مشتت بينهم. وبتوصل نيك بالعربيه وبيجري ساندرو لعمه وبيضربوا عليهم RGB وبتتقلب العربيه وبتكون اتصابت جامد. وبيتكلم مع عمه وبيضربوا نار على بعض وبتحصل انفجارات. بنرجع للجراج بنشوف تايلر وهو بيضرب 2 من العصابه وبياخد العربيه وبيمشي. وبتفجر العصابه عربيات البوليس وبيضربوا عليهم وبتحصل انفجارات في كل حته حواليه. وبتيجي طياره شرطه وبتساعدهم، بس بينجح زراب انه يفجرها. وبتكون الخطه انهم ياخدوا طياره العصابه. وبتتحرك نيك واخوها وبيحصل ضرب نار بينهم، وبياخد الام والطفله وبيجروا. وبتكون العصابه وراهم وبيتكلم معاهم في اللاسلكي. بيقول لهم زراب انهم طالعين السطح وبيكونوا مستعدين وبيأمرهم بالخطه. وبيتكلم تايلر مع الطفله وبيحاول يطمنها، وبتتكلم معاه اخت مراته وبتعتذر له عن اللي حصل وبيطمنها. وبيسأل ساندرو جده لو عمه هيقتل امه، وبيرد عليه لو كان عاوزها تعيش ما كانش اتصل عليهم. وبيتضايق وبيتوتر. وبيوصل نيك وياز للسطح وبيحصل اشتباك بينهم. وبيوصل تايلر
وبيقتل اللي كانوا مستنيينه، وبينده على ياز عشان يساعده، وبيروح وبيسيب نيك اللي بتكمل ضرب في العصابة، وبنشوفهم كلهم بيضربوا العصابة، والعركة بتكون قوية بينهم كلهم. وبنشوف نيك اللي بيوقعها واحد من العصابة من على السطح، وبتكون بتتزحلق على الإزاز، وبيشوفها تايلر وبيكون عاوز ينقذها، وبيقتل الاتنين اللي قدامه، وبيطلع جري عشان ينقذها، وبينط من الشباك وبينجح انه يمسكها، وبيجي زراب عشان يقتله وبيضربه طلقة في ايده، وبيكون شايف انه مهتم بنيك قوي، وبيرفع المسدس عشان يقتلها ويحرق قلبه عليهم. وفجأة بتصحى نيك وبتضرب نار على الازاز، وبيقع زراب وبيمسك بالعافية، وللأسف الطلق بيخلص وبيكونوا خلاص هيقعوا، وبيسألها لو بتثق فيه، وبتقول له اكيد، وبيرميها جوه المبنى، وبيقول لها تنقذ العيلة، وبيسند بإيده وبيطلع، وزراب كمان. وبنشوف واحد من العصابة بيدور على البنت وأمها، وبيلاقيهم وبيكون لسه هيقتلهم. بتيجي نيك وبتضربه بالنار، وبتنجح إنها تقتله. وبيجي ياز وبنلاقيه متصاب جامد، وبياخدهم ويمشي. وبيكون تايلر وزراب بيضربوا بعض، وفي عركة كبيرة دايرة، والإزاز تحتهم بيتكسر، وبيقع زراب، وما بنكونش عارفين هو مات ولا لا، وبيكون لسه عايش وبيقوم. وبنشوفهم على السطح وبيركبوا الطيارة، بيجي ياز عشان يركب لكنه ما بيلحقش، وبيقتلوا زراب. وبيجي تايلر وبياخده وبيضرب عليه نار، وبيركبوا الطيارة وبيطيروا. وبيكون ياز بيموت والوضع متوتر، وبيبص لأخته وبيموت، وبتنهار نيك وبتعيط عليه. بنشوف ساندرو في العربية وبيسأل عمه عن اللي حصل وما بيردش عليه. وبالليل بنشوفهم في بيت تايلر وبيكون بينظف جروحه، وبتكون الأخبار شغالة وبيلف إيده، والبنت بتكون نايمة، وبتكون نيك بتنظف أخوها من الدم وهي بتعيط ومنهارة. وبيجي تايلر وبيطبطب عليها، وبيقف قدام النار، وبتيجي عربية وبتكون مراته السابقة، وبتخرج أختها وبتحضنها، وبيدخلوا البيت. وفي مقر العصابة بيكون زراع بياكل، وبيجي عمه وبيقول له إن الدولة كلها بتدور عليهم، وبيرد عليه لو خايف يمشي، وبيكمل أكله. وبيقعد عمه يتكلم معاه وبيقول له كفاية كده، وبيرد عليه إنه ما يخافش وإنه عارف هو هيعمل إيه، وبيقول له يكون قدوة لابن أخوه، وإنه مش هيستفاد حاجة بموته ولا بسجنه. وبيقول له إزاي يكون قدوة ليه وهو عايز يهرب. وبيكملوا كلامهم، والكلام ما بيعجبش زراب، بيضرب عمه بالنار وبيموت. وبيكون ساندرو شايف كل ده. وبنرجع للبيت وبنلاقي الأختين قاعدين بيتكلموا، وبعدين بتخرج مية، وبيكون تايلر بره، بيكون عمل لها قهوة وبتتكلم معاه، وبيعتذر لها وبيتكلم معاها، وبتسأله ليه ما كنتش موجود، وبيرد عليها بأي حاجة غير الحقيقة، وبيقول لها إنه ما قدرش. وفجأة بيرن التليفون وبيخرج يرد، وبيكون زراب اللي بيقول له إنه مش هيعرف يعيش طول ما هو عايش. وبيسأله تايلر عن الولد، وبيقول له إنهم يتقابلوا ويخلصوا اللي بدأوه، وبيقول له مكانه. وبيحضر تايلر نفسه وبياخد أسلحة كتير ومعدات، وبيركب عربيته، وبيتفاجئ بنيك اللي بتحاول تفتح الباب، وبيسيبها ويمشي. وبيكون زراب بيجهز قنابل، وبيوصل تايلر عندهم وبيقتل القناص، وبيفجر الطيارة وكل العربيات. وبيهرب زراب من الباب الخلفي، وبيقتل تايلر واحد من العصابة، بس بيكون نجح انه يسيبه. وبنشوف دمه بينقط على الارض، وبيدخل وبيلاقي زراب قاعد وقدامه ساندرو، وبيكون ملبسه متفجرات، وبيهدده بالولد، وبيأمره يروح ياخد المسدس منه. وبيروح فعلا وبياخده، وبيأمره يقتله. وبيتكلم مع تايلر وبيخليه يرفع السلاح عشان يقتله، وبيضغط عليه عشان يضرب نار. وتايلر بيقول له يعمل كده لكنه ما بيقدرش. وبيبص له عمه وبيكون هيقتله، لكنه بيسمع صوت جاي من وراه، وبنلاقي ناك داخله، بس بيمسك زراب ساندرو وبيهددها بيه، وبيقول لها تنزل السلاح، وبيزعق لها، وبيقول لها تايلر تخاف على الولد، وبتنزل سلاحها. وبيبص للولد وبيزق عمه، وبيضرب نار على نيك وهي كمان بتضرب عليه، بس بيسيبها جامد. وبيدخل تايلر وبيوقعه، وبيقوموا يضربوا بعض جامد، وبتحصل خناقه كبيره. وبيقلع الولد القنابل وبيروح ناحيه نيك اللي بتحتضر وبيعتذر لها. وبيقوم زراب وبيزحف ناحيه المسدس، وبيقوم تايلر وبيضربه وبيمسك المسدس وبيقتله. وبيقوم وبيروح لنيك اللي بتكون بتودع، وبيجي البوليس. وفي السجن بنشوف نيك اللي بتكون لسه عايشه بس بتتعالج. وفي سجن تاني بنشوف تايلر وبتكون مراته مستنياه في الزيارة، وبيتفاجئ انها هنا، وبتكلمه وبيسألها عنهم، وبتجاوبه وبتحكي له عن اللي حصل. وبيتكلموا وبيشكرها انها عملت اللي هو ما قدرش يعمله، وانها كانت جنب ابنهم. وبتقول له ان ابنهم ما كانش اخر ذكرى ليه انه سابه ومشي، وان ابنهم كان عارف انه رايح ينقذ الناس. وبتقول له ان ابنهم كان شجاع جدا، وانه قال انا عاوز اكون شجاع زي بابا. وبيفتكر ابنه ورسمته وبيعيط، وبتودعه وبتمشي. وبنشوف تايلر خارج من السجن وبيركب عربية وبيروح لمكانه، وبيكون الراجل اللي قاله على المهمة في الأول مستنيه، وبيتكلم معاه وبيقول له على مهمة جديدة، وبيقول له إنه لو عملها
هيخرج من السجن، وبيرد عليه انه مش هيعملها من غير فريقه. وبنبص بنلاقي نيك نازله من العربيه وبيساله عن اسمه، ما بيرضاش يرد عليه وبيسيبه يمشي، وبيبص عليه تايلر وبيخلص فيلمنا هنا. قول لنا رايك في الكومنتات. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات. سلام.